منتخبنا ايضا منتخب قوي. اتصور بانه اذا تاهلنا هذه المره على حساب هذه المجموعه نقدر نقول بان منتخبنا الجزائري حقق انجاز اكبر من التتويج بكاس افريقيا، لانه التتويج بكاس افريقيا لن تفوز على زامبيا والكاميرون ونيجيريا لكي تتوج بكاس افريقيا، ولا واحد في العالم توج بكاس افريقيا على حساب هذه المنتخبات الثلاث. اتصور بانه مواجهه هذه المنتخبات اعتقد بانه محفز جدا بالنسبه الينا، كتروبيكسيتون كما يقال في اللغه الفنيه لكره القدم. القرعه هي قرعه، طبعا احنا كنا نتمناه شيء اخر، ولكن مثل ما قال واحد من ضيوفك لا اذكر من قال بانه مواجهه المنتخبات الكبيره ايضا كنا دائما نقول بان منتخبنا يتاهل على منتخبات صغيره، الان سيواجه منتخبات كبيره. انا اتصور بانه سيكون متحفز جدا، والمنتخبات الاخرى الثلاثه هي التي ستخاف من البدايه. طبعا امام الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، هل حظوظ المنتخب الجزائري كبيره بهذه الاسماء، علما بان المنتخب الجزائري الان بدون مدرب فتره قصيره ربما الى الذهاب الى مونديال روسيا؟ هل متعلق الان بجلب مدرب كبير لهذا المنتخب، خاصه ان المنتخبات التي ستواجهها من العيار الثقيل ايضا يلزمها مدرب كبير؟ ما رايك؟ اولا الان من الصعب عليك الحصول على مدرب كبير الان، وبالتالي من الصعب على الجزائر ان تحصل على مدرب كبير اليوم، لانه انا لو كنت مدرب مثلا كبير ولا صغير اخاف ان اشرف على المنتخب الجزائري بعد عمليه القرعه هذه وحده. يعني انا لست مطمئن ولست متاكد، اخاف ان اشرف على المنتخب الجزائري بعد عمليه القرعه هذه وحده. يعني انا لست مطمئن ولست متاكد من التاهل امام هذه المجموعه. ثانيا الامر غير مرتبط فقط بالمدرب، الامر مرتبط بمعطيات اخرى تعرفها كاين على المستوى الافريقي. طبعا من حسن حظنا ان التصفيه تبدا في اكتوبر، يعني اللاعبين يكونوا في اوج عطائهم في افضل احوالهم، لا تبدا في شهر سبتمبر وانما في شهر اكتوبر ونوفمبر، وبعدين المباريات الاربعه الاخرى فيما بعد. الامر ليس مرتبط بالمدرب، ممكن ياتيك مورينيو كمدرب ولكنك لن تتاهل امام هذه المنتخبات، وممكن ايضا ان ياتيك مدرب مغمور وتتاهل على حساب هذه المجموعه. نعم، بالنسبة للمجموعات الأخرى حفيظ الراجي طبعا في عجالة، طبعا المنتخب التونسي أمام المنتخب الليبي والكونغو الديمقراطية وغينيا، نظرتك؟ منتخب تونسي محظوظ في هذه المجموعة على كل حال، ولو أنه الكونغو فريق قوي جدا، غينيا أيضا تلعب كرة كويسة، ليبيا ستكون كأنه حصان رابع في هذه المجموعة. اعتقد بانه تونس لا يمكن لها ان تامل في عمليه قرعه مثل هذه. بالنسبه للمجموعه الثالثه التي يتواجد فيها المنتخب المغربي مع كوديفوار ومالي والغابون، هذه ايضا مجموعه ثانيه بعد مجموعه الجزائر قويه جدا، كوديفوار ومالي وكذلك الغابون الذي سينظم نهائيات كاس افريقيا المقبله. لسوء حظ المنتخب المغربي وقع في مجموعه صعبه كثير. نعم، بالنسبة للمجموعة الأخرى حبينا نتحدث على المنتخب المصري اللي شفنا الابتسامة مرسومة على كل، طبعا على المدرب كوبيل، على النني، وكأنهم كانوا فرحانين كثير بهذه القرعة على اعتبار أنه أمام منتخب الكونغو وأوغندا والمنتخب الغاني. لكن عندما تذكر غانا فهذا يعني بأن المشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمصريين أمام منتخب غانا. الأمر متوقف على المنتخب الغاني وحده، ومتوقف على ظروف المنتخب المصري وكيف سيكون، هل سيصل الى المستوى المامول في شهر اكتوبر المقبل؟ طبعا هذا هو السؤال، ولكن يبقى انه مجموعتنا هي الاصعب، ومجموعه المغرب هي ثاني اصعب مجموعه، المجموعات الاخرى تبقى فيها كل الاحتمالات موجوده. الشيء الاكيد حكيم هو انه المنتخبات التي شاركت في نهائيات المونديال الاخيره والتي قبلها لن تكون الخمسه نفسها حاضره في نهائيات كاس العالم المقبل. أرغب في سؤال آخر حفيظ الراجي، طبعا لو يتأهل المنتخب الجزائري لثالث مرة على التوالي لخامس مرة في تاريخ الجزائر، هل يؤكد هذا بأنه الجزائر فعلا منتخب كبير تملك أيضا، لما تشوف، لأنه الناس لما تشوفك من برا تقول ربما لما تشوف، لأنه الناس لما تشوفك من برا تقول ربما لو تتأهل، هل يؤكد هذا أنه المنتخب الجزائر تملك منظومة كروية كبيرة على اعتبار أنه الواجهة هو المنتخب الجزائري؟ لا، الامر التاكيد لو نتاهل سنتاكد، او قبل ذلك حتى ولو لم نتاهل، الاكيد لي هو ان السياسه المنتهجه منذ 2008 هي السياسه التي كانت صحيحه والتي اهلتنا الى نهائيات كاس العالم مرتين متتاليتين. ما عدا ذلك لم يكن بامكاننا ان نصل حتى الى نهائيات كاس افريقيا. المنظومه الكرويه في الجزائر صحيحه على مستوى المنتخب والأطر، ما عدا ذلك فهي خاطئه.
هل يمكن أن تكون المنظومة الكروية على مستوى الاتحادية منفردة على المنظومة الكروية بشكل عام في الجزائر؟ مستحيل تكون منفصلة. نعم. لا، ما رأيك؟ أكيد، لأنه خاصة إذا لم تكن خاضعة لك، لأن على مستوى الاتحادية المنتخبات تابعة لك، أما على مستوى الرابطة على مستوى الأندية فالنوادي ليست تابعة لك ولا يمكنك أن تفرض السياسة هنا تفرضها الدولة وليس الاتحادية، وبالتالي نقدر نقول بأن سياستنا الكروية في الجزائر هي خاطئة وهي فاشلة لاعتبارات عديدة جدا يطول شرحها. أما على مستوى المنتخب فهذا من صلاحيات الاتحادية التي تمكنت أن تخرج المنتخب من هذه المنظومة. كنا سعداء جدا بتواجدك معنا. حفيظ دراجي، وقت الإفطار في قطر صح؟ الساعة 7. وقت الإفطار في قطر صح؟ الساعة 7. فعلا منذ حوالي نصف ساعة. صح فطورك حفيظ دراجي، نلتقي على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. هناك في المدة الأخيرة كانت لقاءات رياضية جيدة ولم تشهد أي أحداث. الإشكال الكبير الآن هو أنه الجميع يحاول تفادي الجزائر لأنه فريق قوي، لأنه منتخب الآن قوي ومن أقوياء القارة الإفريقية. أعتقد أن بالنسبة للجزائر الأكثر خوفا من أن يقع مع الجزائر من الأشقاء المصريين. نعم. هل فيه تخوف مثل بقية المجموعات؟ المجموعة الثانية مثل ما ذكر كابتن وائل يعني الجزائر، زامبيا، الكاميرون، نيجيريا. للأسف الشديد أحد كبار القارة الأفريقية لن يكون متواجد في المونديال في هذه المرة. مجموعة حديدية كما سميتها نزار أو مجموعة الموت، ولكن هناك ملاحظة، التصفيات ليست تصفيات مباشرة مثلا بين غانا ومصر مثلا في المجموعة الخامسة. من يتحصل على رصيد أكبر من النقاط هو الذي سيتأهل، وبالتالي لابد من أخذ كل المباريات بالأهمية القصوى وأخذها بعين الاعتبار. هذا هو المهم. بالنسبة إلى المجموعة الثانية ضمن المنتخب الجزائري، أفضل منتخب أفريقي حاليا، لديه عناصر ممتازة جدا وعناصر قادرة على اللعب في أعطى وأقوى الأندية الأوروبية، ولكن بشرط لابد من الإعداد الجيد والتحضير الجيد للمنتخب الجزائري، لأنه من حق الشعب الجزائري حاليا أن يطالب بتواجد هذا المنتخب في كأس العالم مرة أخرى ومرات أخرى. لماذا؟ لأنه هذا الجيل الذهبي للمنتخب الجزائري أو لكرة القدم الجزائرية. المهمة ليست سهلة باعتبار أنها مجموعة حديدية. عندما نتكلم على هذه المجموعة في ربما 3 فرق من 3 منتخبات شاركت في نهاية كأس العالم، و4 منتخبات شاركت في نهاية كأس افريقيا. يعني زامبيا متحصلة على كأس افريقيا، الجزائر كذلك الحال بالنسبة لكاميرون ونيجيريا. خبرة كبيرة في هذه المجموعة وهي مجموعة حديدية بالتمام والكمال. لابد مباريات كل قمم هي كلها قمم وكلها مباريات لا يمكن التكهن بنتائجها، وبالتالي حسن الاستعداد خلال هذه المجموعة. مجموعة حديدية وصعبة جدا، ولكني بطبيعة الحال أرشح المنتخب الجزائري كأبرز منتخب على هذه المجموعة. هذا ما نتمناه بطبيعة الحال، ولكن لا بد من الإعداد الجيد. مجموعة. طيب سنمر بالتسلسل الآن من المجموعة الأولى للمجموعة الثانية. نعيد الحديث دائما الحديث عن المجموعة الثانية، مجموعة الموت، منتخب الجزائر، زامبيا، كاميروني، نيجيريا. الآن تعتقد المنتخب الجزائري الآن سنرى القوة الحقيقية لهذا المنتخب الذي نوعا ما في التصفيات الماضية كانت هناك ربما منتخبات لم تكن بذات المستوى الذي يواجهه الليل والنهار ما بين ما حصل عليه كمجموعة في التصفيات الإفريقية وما يحصل عليه الآن. يتواجد معه منتخبان دائما الحضور تقريبا في كأس العالم، نيجيريا، الكاميرون. صحيح كان نزول في مستوى ونزول حاد يبدو في مستوى نيجيريا بعد أن أحرزت كأس إفريقيا. رأينا كيف غابت وكيف تأثرت، لكن أعود وأقول أن المنتخبات الإفريقية الكبرى تركز لا حتى على الاتحادات المحلية، تعتبر أن المشاركة في كأس العالم أمر ضروري. يعني هناك ما يسمى بحالة طوارئ، لأنه الجميع يرغب في التواجد للاستفادة المالية وأيضا بالنسبة للاعبين، لأن السوق سوق كبرى. فلذلك الجزائر في مجموعة صعبة. نيجيريا صحيح نزل مستوى لكن قادر على الرجوع. الكاميرون نفس الشيء. منتخب كاميروني متألق في المباراة الودية أمام فرنسا الأخيرة لكن في التصفيات كان أداؤه متوسطا. زامبيا هي النسخة ما قبل الأخيرة، لكن كما أشرت فهذه فرصة للمجموعة الرائعة التي يتوفر عليها المنتخب الجزائري عليهم الآن البحث عن مدرب
وهذا الامر هذا بالفعل، وحتى انه قيل انه هذا الامر مرتبط بنوعيه المجموعه وبنوعيه المنتخبات. انما اعتبر انه شيء جيد لو يعني تاخذ ورقه الوصول الى روسيا بالنسبه للمنتخب الجزائري. لماذا؟ لان قبل الذهاب الى كاس العالم، هذا ما نتمناه للمنتخب الجزائري، هي انها ستكون لاعبه مباريات قويه وستتوجه لمباراه وهي مستعده. اذا هذه مجموعه صعبه لكن ممكن ان تكون مفيده للمنتخب الجزائري في حال التاهل. والتسريبات تقول ان المدرب الجديد الذي ربما قد يشرف على مقاليد الخضر سيكون فتح تيرين. بعض التسريبات تقول هكذا، يعني مجرد ان ينهي التزامه مع منتخب تركيا في اليورو سيبدا في الاشراف على المنتخب الجزائري. مجرد تسريبات واقاويل. يعني هذه المجموعه تتطلب مدرب عالمي على صعيد عالمي. اتمنى ذلك انه فتيح تريمي يقود الخضر خلال هذه التصفيات لما لديه من خبرة كبيرة وإنجازات كثيرة وأفكار مدروسة. لاحظنا ذلك من خلال كامل مسيرته إلى حد الآن. عندما تجد مجموعة التي تتوفر في المنتخب الجزائري من لاعبين مميزين بصراحة على المستوى الدفاعي، في وسط الملعب، في الهجوم، مجموعة متكاملة تتكون من تقريبا من 35 لاعب متقاربين في المستوى مع النجوم العالمية. أكثر من هذا، المنتخب الجزائري أجواءه ممتازة جدا، وهذا ما جعل المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة يعرف طفرة على مستوى الأداء، لأنه المجموعة متماسكة ومجموعة قوية جدا خلال الأربع سنوات الأخيرة. وعمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لقدرة روعة على مستوى التنظيم كذا في الهيكلة هو عمل مهم جدا. هناك تطور كبير لكرة القدم الجزائرية، المجموعة حديدية بصراحة نتكلم